يمتد إليه أجر أعماله السابقة وهو في قبره. الله أكبر. ولهذا نقول من رب أولاده يعني على الصدقة والبذل والعطاء، نعم. تجد سبحان الله أن أولاده يعني يتشوقون لمثل هذا العمل. جميل. أنا أذكر قبل أيام كنا في الجموم في محاضرة. نعم. الجموم تبعد عن مكة تقريبا 20 كيلو أو 25 كيلو. نعم. ومع مكتب الأخوة في مكتب الدعوة والإرشاد قاعد نتناقش عن مطعم البيك. يعني سبحان الله العظيم المطعم المشهور في الحجاز. المشهور إيه؟ يعني هالزحمة عنده وهالعالم. نعم. يا أخي في سر أكيد، يعني في تشعر إن يعني هذا التوفيق ما أتى يعني نعم. ما أتى عبث. نعم. يعني لم يأتي قدرا. نعم. وراه سبحان الله ما يدفعه. نعم. وراه سر. وراه سر. قالوا إن صاحبه كان يتبرع بريال مع كل وجبة. لما نزل به الموت رحمه الله تغمد برحمته، كان أولاده يسمعوني الآن، نسأل الله أن يغفر لأبيهم وأن يحفظ ذريتهم من بعده. يقول لما توفى الله أباهم، نعم. الجمعيات الخيرية الذين كانوا يأخذون الريال توجسوا خيفة أن الريال ينقطع. فالورثة قالوا بذا الريال ريالين. الله سبحان الله. جميل. ولهذا لاحظ يعني وخير الله عظيم يعني صدق الله. نعم. ولهذا قال مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله نعم. كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. إذا كان أخي الكريم هذا في الدنيا الله، يعني تلحظ الآن تلمس الأثر في الدنيا. تلمس